ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة القطايف الجميلة دي. سهلة وبسيطة جدا. في 10 دقايق هتعمليها ومن حلاوتها هتاكليها برضك في 10 دقايق. مش شكلها جميل ازاي؟ مقرمشة كده وجميلة. بصي كأنك بتاكلي بالظبط زلابية. بس جميلة ازاي. يلا بقى اعملي لايك ومتابعة القناة وفعل الجرس واعملي شير للفيديو عشان يوصلك كل جديد. تحفة يا جماعة. بدل زحمة بقى الطابور بتاع القطايف، لا اعمليها في البيت، سهلة وبسيطة جدا. مش شكلها جميل ازاي؟ يلا بقى اول حاجة هنبدأ كده بيها ونقول بسم الله. هنبدأ الاول حاجة بالعسل عشان عايزاه عسل بيرد. هنحط 3 كوبايات من السكر. ده كده 3 كوباية. ونحط بردك هنحط عليهم بقى 4 كوبايات من المية. يبقى حطينا 3 كوبايات من السكر، هنحط عليهم 4 كوبايات من المية. هنقلب كل ده كده مع بعض يدوبك بس السكر يدوب شوية. وناخدهم بقى نحطهم بقى كده على النار. بردك نقلب فيهم تقلبتين ونسيبه بقى كده. انا بقى حطيته كده على النار. هقلبه زي ما قلت كده تقلبتين وهحطه واسيبه بقى على النار لحد ما عمل كده. تعرفيه ازاي؟ هتلاقيه يا دوبك تقل شويه بالمعلقه ومسكي كده. يعني مسكي المعلقه كده هتلاقي إن ايدك بتلزق. وحطيت رشه من ملح ليمون. لو مش عندك ملح ليمون حطي نص ليمونه. بس بقى سبته بقى عشان يبرد وقلت بقى نعمل العجينه بتاعه القطايف. هنحط بقى هنحط كوبايتين ونص من الميه. ده كده كل حاجه هنحطها في الخلاط. كوبايتين ونص من المية. مقدار المية هو مقدار الدقيق. يعني هحط كوبايتين ونص من المية عليهم كوبايتين ونص من الدقيق. دي مسكته نخلته وحطيته معاكم بالشكل ده. وهحط نص كوباية من دقيق السميد او دقيق البسبوسة متوفر يعني. ومعلقتين كبار سكر. وعليهم معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وما تكتريش، معلقة صغيرة هي معلقة صغيرة. ورشة ملح. نضرب كل المكونات دي كده مع بعض في الخلاط. اهم حاجة تضربيهم كويس قوي 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 عشان ميبقاش فيه اي تكتلات ويبقى معاكي العجينة حلوة. بصوا في عجين كمان لقيته في الخلاط كده دقيق. رحت منزله بقى كده بالمعلقة عشان كله يدوب بردك مع بعضه. ضربته زي ما قلت لكم كويس جدا جدا. بس قلت حبيت برضك اوريهولكم. انا مكنتش هنزله من الخلاط يعني. بس حطيته في طبق قلت اوريهولكم كده شكله عامل ازاي والسمك عامل ازاي. اخف من العجينه بتاعه الكيكه. جيبي بقى معاكي طاسه صينيه. امسحيها مسحه زيت. وهاكد على المعلومه دي الزيت اللي انا حاطاه ده كده كان كتير. فانتي بمنديل ومسحي مسحه زيت. لان ده كده كان كتير. مخلي العجينه لما بتيجي تقفليها تحسيها مش حلوه في التقفيل. فزي ما قلت لك الزيت اللي بيبقى في الطاسه اللي انا كده حاطاه زي ما انتوا شايفينه كده ده كتير. فانت لا مسحه كده بمنديل ومسحي الطاسه مسحه خفيفه قوي من الزيت. ولو الطاسه بتاعتك ما بتلزقش خالص اللي هي الجرانيت ما تحطيش اصلا، ما تحطيش خالص زيت. بصوا كده بقى هوريكم الفرق بين لما تكون الطاسه ما فيهاش خالص وبين لما كانت الاول. هتشوفوا بقى الفرق بعينيكوا. اول ما تشوفي بقى البليل دي خلاص راحت واللون العجين الابيض ده اختفى خلاص هي كده اتعملت. بصوا كده بقى هو ده القوام المظبوط واللون المظبوط. زي ما قلت لكم اكد على المعلومه تاني ما تحطيش زيت كتير في الطاسه. معاكي بقى الحشو بتاعك ده زي ما انت عايزه. ما عندك بقى زبيب جوز الهند فول سوداني. انا حطيت بقى عين جمل مجروش وفول سوداني وزبيب وجوز الهند زي ما انت عايزه يعني. الحشو ده بتاعك. بس هي بصراحة جميلة جدا يا جماعة والله. ابدأي بقى احشيها وقفليها. ما شاء الله ما فتحتش. اللي فتحت اللي هم زي ما قلت لك اللي كانت فيها زيت كتير في الطاسة. يعني بقولك للأمانة هو أنا بقولك على تجربة. اللي فتحت معايا هي اللي كانت فيها زيت كتير في الطاسة. وانا بعملها. بص بقى قفلت ازاي ما شاء الله. ولا بتفتح ولا اي حاجه. بعمل انا بقى في نجوم كده بعملها. امسكي بايديك الاتنين حطي الحشو في النص. وابداي دخليهم كده على بعض هيقوم يعمل معاكي الشكل الورد ده. بص شكلها جميل ازاي. كام واحده بس هما اللي فتحوا. وزي ما قلت لك هي ليه فتحت. اما ما شاء الله الباقي سليم زي ما هو. معاكي بقى زيت كده نضيف خليه دايما لرمضان يعني اللي هو القطايف. عندك بقى بلح الشام والحاجات دي كلها. بدأت بقى احمرها وقلت بقى كان العسل خلاص برد. قلت بقى احط له الفانيليا. حطيت له بقى الفانيليا. احنا بنحط الفانيليا اخر حاجه عشان تفضل ريحته فيه وتدي ريحه حلوه. يعني ما تحطيهاش من البدايه.
حمري بقى القطايف بقى زي ما انت عايزه، اللون انت عايزاه، بس هو لما انت بتحمري اللون الدهبي الحلو ده بتفضل معاكي مقرمشه. لو عملتيها اقل من كده بتبقى طريه معاكي. حطيته بقى انا في الشربات كده، هقلبها يا دوبك تقلبتين، ما تسيبيهاش انت مسافه ما تحطيها، قلبيها وروحي شايلاها تاني. وعندك بقى ايه مصفى كده، روحي مطلعه بقى عليه عشان لو فيها اي زي او اي عسل تنزله، وما تبقاش شاربة من العسل كتير كده. فانا حطيتها كده في مصفى تصفي كل الزيت بتاعتها. بص شكلها جميل ازاي، وسهلة وبسيطة، وبجد والله فعلا في 10 دقايق هتعمليها. ولو انت عايزة كمان لو عندك عزومة اعملي العجينة من قبلها بليلة وقفليها، وتاني يوم حمريها واعملي العسل برضه، تحفة جدا.